مساء الخير والهنا والسعادة على حبايب قلبي. اهلا بكم في قناتي مع اسماء فوده. يلا النهارده هنعمل مع بعض جيلي فراولة، او زي ما انتم شايفين كده من بيت فود. كل الاطفال بتعشقه والكبار كمان. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. طبعا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا. في الاول كل باكو معايا او باكو جيلي بياخد معايا كوبايه ميه سخنه مغليه الاول، وبعد كده كوبايه ميه بارده. يعني الباكو ده هياخد كوبايتين، واحده سخنه او مغليه والتانية بارده. ليه مغليه وليه سخنه؟ عشان الجيلاتين اللي في الجيلي ما بيدوبش الا في الميه المغليه، او الميه السخنه تكون سخنه كويس جدا. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. اهو حطينا مع بعض اول كوبايه سخنه، هنحط كمان واحده سخنه زيها. وكده حطيت كوبايتين ميه سخنه او كوبايتين ميه مغليه. هنحط بقى الاتنين باكو عليهم وندوبهم كويس جدا. حطينا الاتنين باكو على الميه المغليه او الميه السخنه، بس تكون سخنه كويس جدا. وحطيت برضو الاتنين باكو جيلي. فيه طبعا كذا طعم او طعم تانية غير الفراوله، بس انا يعني ولادي بيحبوا الفراوله اكتر. بدوبهم كويس جدا في الميه السخنه لحد ما الجيلاتين بتاعي بيدوب كله. اه كده انا دوبته كويس جدا في الميه السخنه. هبدا اضيف له بقى كوبايتين ميه بارده، لان انا عندي 2 باكو. لو باكو واحد هنضيف له كوبايه ميه بارده واحده، انا جايبه 2 هنضيف له كوبايتين ميه بارده. وكده انا ضفت له معلقه ومعلقتين سكر، يعني ده حسب الرغبه، معلقه 2 3 حسب رغبه كل واحد. دلوقتي انا غرفت اهو في الاطباق زي ما انتم شايفين او في السلاطين بتاعتي، بس بحط مثلا كل طبق نصه او 3/4 عشان انا لسه هزود موز. وهنديله برضو حبه جيلي برضو من فوق الموز، نحط برضو حبه كمان، فعشان برضو ما يدلقش منها من الطبق نعمل الا ربع ونحط عليه موز ونكمل تاني عليه. وده كده يا جماعه شكله النهائي. عمل معايا حوالي 6 بولات، دول 4 وفي 2 كمان تانيين. او بحطه في التلاجة مثلا من حوالي ساعتين ل3، او لو عايزين نحطه في الفريزر او نختصر الوقت ممكن يبقى نص ساعة ساعة الا ربع، لان الدنيا برضو مش حر زي الاول، فبيجمد معايا في وقت قصير جدا ويبقى زي الفل. اهو شايفين الاطفال طبعا بتحب نكهة الفراولة جدا، طري وجميل زي ما انتم شايفين اهو. جميل جدا مفهوش اي غلطة، وطعمه جميل جدا وريحته جميلة. يا ريت بقى لو انت بتشوفيني لاول مرة يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.